حبايب الحلوين، شفتوا الفيل أبو زلومة؟ الفيل أبو رجل كبيرة بيمشي لما يمشي وعينيه لفوق. ليه؟ اللي ليه؟ علشان يعرف يشوف هو هياكل ايه. الفيل يبص لفوق، ما يبصش للقمر، لكن يبص للشجر يشوف فين الورق الأخضر، ويمد الزلومة يشد كام ورقة شجر ويحطهم في بقه وياكل. والفيل لما يمشي بيمشي يبص لفوق. يا سلام بقى لو شاف شجرة موز، الفيل يقول الموز حلاوته ما حصلتش، وعشان ألاقي الموز لازم أبص لفوق وأمشي. والفار والأرنب والسنجاب التلاتة كانوا عايشين في بيت واحد، أصحاب عايشين في عيشة واحدة، ويقفلوا عليهم باب واحد. ولما يقعدوا مع بعض، إن كان على الفرشة إن كان على الأرض، يتلموا ويقولوا الفيل كبير خالص وإحنا صغيرين خالص، إنما إيه، تعالوا نعمل عملة ونضحك عليه. والفار والأرنب والسنجاب من بعد ما قفلوا الباب قعدوا يفكروا الفكرة، وقالوا اما يبان النهار ويفوت الليل نطلع احنا بقى ونضحك على الفيل. وهو بان النهار وهو فات الليل، والفار والأرنب والسنجاب فتحوا الباب وطلعوا سوا علشان خاطر يضحكوا على الفيل. والفيل ماشي يبص لفوق ويقول افرجها يا ربنا بشجرة موز هنا ولا هنا. إلا والفار يعمل إيه؟ يجي جنب الفيل وينام على الأرض ويتقلب، مرة بالطول ومرة بالعرض، ويقول ديلي يانا يا ديلي، انت يا فيل انت يا فيل، حرام عليك، هو أنا قدك؟ قد انت دوست على ديلي برجليك، طبعا علشان انت ماشي تبص لفوق مش بتبص لتحت يا أخي. الفيل قال يا خبر، معلش يا فار، أنا عارف رجليا تقيلة، أنا عارف رجليا كبار، أنا والله عايش في الدنيا دي أخاف على الصغير وحاسب عليه، إنما أعمل إيه، غصب عني ببص لفوق عشان أشوف لي حاجة أكلها. الفار قال له وعشان تاكل بقى تقوم تدوس على خلق الله؟ يا ديلي ياني. الفيل قال للفار أوعدك مش هعملها مرة تانية، المرة اللي جاية هبص تحت رجلي. والفيل ايه، ما بقاش يمشي خلاص يبص لفوق، لكن كل ما يمشي يبص تحت رجليه، احسن يكون الفار رايح ولا جاي. انما الله